تمشي كرة ممتازة خطيرة بالراس هي والهدف الأول. الهدف الأول لإلياس السخيري. 10 دقائق لعب في الشوط الأول. النصور تحلق تحت السماء الرباك. وهنا لا تلغى الفرصة والثاني الهدف الثاني إلياس. الهدف الثاني العاشوري. عاشوري الثالث بتاع فرجاني ولا كرة من بن رمضان يعمل كرة باص والهدف الثالث والحارس والجول. الهدف الثالث للنصور عاشوري دولي. السلام عليكم شباب، كيف الحال؟ ان شاء الله تكونوا بخير. مبروك المنتخب الوطني التونسي اللي ربح برجوليه اداء ونتيجه. لما تحكي لي حتى حكايه المنتخب الوطني التونسي خويا تنحينا العقده ذيك نتاع خساره اول ماتش وكذا برجوليه. المنتخب الوطني التونسي سحق اوغندا. تعرف شنو تقول لي؟ لا ايكيب قويه لا ايكيب ضعيفه. اوغندا منتخب متواضع. لا لا لا, لا. ما عادش هذه لغه منتخب متواضع. ودرا شنو كان شفتوهم كيفاش بداوا من اول دقيقه. جماعه يا معلم هابطين، تعرف شنو حاطين في قلوبهم، تعرف شنو مغلغلين تغلغيل اللي مش نورمال. كلاوهم ماكله كلاوهم القلب نتاعهم. باش نحكي لكم اليوم انا بالطبيعه انا حاجه واحده برك نتمناها، والله حاجه واحده كهو نتمنى انه الكوباراب هذيا تولي تحت الفيفا وتولي الانديه يسيبوا الملاعبيه ونهبطوا نلعبوا في الكوباراب بالكيب هذيا، خاصه مع كل كمشه هذوكم. خليني ساكت شو نقولش كلام زايد، فهمتني؟ هذوك سوريا وفلسطين وكل، ما نحكيش على فلسطين على غزه وكذا، نحكي على المنتخب نتاع فلسطين. اليوم انا حبيت فهمتني الكوباراب تولي تحت الفيفا باش تعرفوا قيمه المنتخب الوطني التونسي وقت اللي يهبط التيران شنو يعمل. باش تعرفوا قيمه الجوارات. هذا هو المنتخب الوطني التونسي بتاعنا، هذه هي تونس اللي نعرفوها. ما تنساو تشتركوا في صفحه كره علولو، الصفحه هذه نحكي فيها كل شيء. 58 فولور سي عاد ولاد فهمتي، هي عاد شويه فولورز يهديكم ربي. خلينا نشوفوا بالطبيعه فهمتي الخبر اللي هو المنتخب الوطني يكسر عقده المباراه الافتتاحيه وينتصر على اوغندا. اي نعم، اي ما في ديما نخسروا احنا ماتشات الاولى في الكوب دافريك. المره هذه فهمتي اعطيناهم فهمتي ثلاثه بونتوات، 3 مقابل 1. الواحد هذاك كيفاش جا تو نحكيو عليه هذاك حاسين. خلينا نشوفوا الخبر اللي بعده. هاي سيدي اش قال سامي طرابلسي ساعه قبل برشليه؟ برافو عليك ويعطيك الصحه فهمتني. كما قال اسمه بياري، عجب المايونيز. هاي عجب المايونيز جات بنينه اللي هي نورمالمون بالبيزا، اي جات بنينه. دعم الجمهور اثر فينا برشا، عباد بعائلاتها تستنى فينا في المطر قبل الماتش بساعتين، وحتى في الماتش كبار وصغار جاوا يشجعوا فينا. برشا عزيمه وبرشا تركيز من الاولاد اليوم، رغم في بعض الفترات طاح الريتم تاعنا شويه، لكن الاولاد قدموا ماتش كبير. برجولي بعد ما بركينا الماتش الاول البونتو الاول فهمتش علاش طاح الريتم وكذا فهمتني. وشو تعرف شكون اللي قاعد يطلع في الريتم؟ حنا باع المجبري خويا تبارك الله عليه. حنا باع المجبري تبارك الله عليه، هو الريتم يتيح. هو يقول لك بي شنو الولاد رقدتوا هاي قوموا عاد قوموا مره اخرى هاي وراف فهمتي، ويبدا فهمتي يسيبك الباسيت. والله باسيت يسيب فيهم والله باسيت يا معلم كنز يسيب فيه. ذهب هكا هاك تحب انت؟ والله 500 جرام ذهب، هاي كيلو ذهب، هاي كيلو ذهب. انت شنو تحب؟ 2 كيلو ذهب، هاي 2 كيلو هكاك يا خويا. تعرف شنو يسيب فيها يمين ويسار خويا ما شاء الله عليه. وبالنسبه للعاشوري بجاه ربي بيا بالذي لا اله الا هو، كم زلت نسمع اعلامي في البلاتوات في تونس يجبت على العاشوري ولا يجبت على المجبري ولا يجبت على يان فاليري، والله العظيم لما قشتلو. وشكون الكلامي؟ شكون هذا موجه؟ شكون هو اللي يكبش في يان فاليري؟ البرهومي، شو اسمه هو؟ فهمي البرهومي اللي قال لك يان فاليري ما عندوش بلاصه في المنتخب ولا بلاصته زاده وضعيف وتاعب ودرا شنو. تعرف شو عمل يان فاليري؟ عرفتوا كل نعرفش انا الجوار اللي ياخذ الكوره نتاعو فهمني ويقول لك لا هذا هو باش تفكلوا يعمل لك يفسخ الجوار الاول، لا هاي باش تفكلوا مره ثانيه يفسخ الجوار الثاني. لا والله يان فاليري تعب مع في الديفونسي قويه، ما في الاتاك والله تعب. وين تلقاه في 18 متر هكا بجنب على اليمين في 18 متر فهمتني، والا سايب الباس ما نعرفش شكون لصاحبه فهمتني، وفسخ 2 جوارات 3 جوارات وسيد فهمتي في الاتاك قاعد يقدم في اداء ممتاز احسن من الديفونس. يجيك في الاخر محلل رياضي اللي عنده شهاده تحليل، هو يطلع في البلاتوات فهمتي يحلل ينتقد، قال لك يان فاليري ما عندوش بلاصه. اي خويا على الاقل كيف الماتش فك اسمه برنامج تيفوت، على الاقل خويا اطلع انت في الاعلام وقول والله كلامي يطلع غلط.
يا اخي فهمتش غريبه انا المحللين يا اخي كي تغلطوا ما تنجموش تستعرفوا، راهو كي تطلعوا تستعرفوا في التلفز تقول راهو كلامي غلط وراني قلت على اللاعب الفلاني راهو سافا با وكذا وما عندوش بلاصه وقدم اداء باهي كل شيء، اطلعوا استعرفوا. كريت كي تطلع تستعرف الجمهور التونسي الناس اللي تتفرج يولي يعطي فيكم ثقه، والله هاو هذا غلط واستعرف ايش بيه. بالعكس تولي فما مصداقيه. هذه هما التحليل المحلل وقت اللي تستعرف بغلطك. احنا وقتها فهمتي نعطيو فيك الثقه نقول السيد هذا ما يكذبش عنده الحق، هاو طلع هاو غلط سبحان الله الناس كل تغلط. اطلع خويا واستعرف قول راهو كلامي غلط على يان فاليري. خلينا نشوفوا الخبر اللي بعده. هاي سيدي مباراة أولى، أيوا عصام الشوالي شنو قال؟ مباراة أولى باهية نتيجة وأداء ماتش تبني عليه، حلينا عقدة الماتش الأول. هاي هاوك واسمعوا كي هبطوا هبطوا بجرينتا، هبطوا يا معلم، هبطوا كانهم يلعبوا كونتر ما نعرفش شكون انا، ارجنتين كونتر البرازيل. معناها شنو هو احسن حاجه؟ احسن حاجه في التحضير الذهني نتاع الملاعبيه وقت اللي تلعب كونتر منتخب اضعف منك وانت حاط في مخك انه المنتخب هذاك اقوى منك برشا. اوه يا معلم هذيك ما تشريش بالفلوس يا معلم. راهو شبيك تهبط تلعب وانت حاط في مخك لا زوما منتخب ضعيف وتبدا فهمتني نفخ صدرك هكا وهكا وهز خشمك هكا الفوق وكذا شنو هذيك تاكل على راسك فهمتني 2 3 شيء تاكلهم على راسك. اما كي تقول المنتخب هذا ضعيف اما خايفين منه ونهبطوا لازم ناكلوه وكذا وناكلوا القلب نتاعو وكذا ودرا شنو كي معلم تولي حاجه اخرى فهمتني الكره تولي معاك يا معلم. باه اش قال عصام شوالي؟ برافو الولاد الكل، واضح انه محضرين ماتشونا. توا اوغندا مشات على روحها، توا نيجيريا كاليبر اخر. اي نعم مباراة تأهل يتعادل وصدارة بانتصار. مباراة نيجيريا سهلة بيسر. احسبوها خويا البرازيل، احسبوها البرازيل فهمتي. تحبوا تربحوا نيجيريا اخويا احسبوها البرازيل. هاي نيجيريا على الورق اقوى منا، القيمه التسويقيه نتاع الجوارات نتاعهم فهمتي الدوبل والتريبل نتاعنا، معناها على الورق اقوى منا. اما شنو فما نقطة ضعف تاعها شنو هي حسب ما قالوا المحللين؟ انه نيجيريا ديفونس تاعها تعب هكريتو تنزانيا كيفاش ماركاو لها بونتو. الديفونس نتاعها تعب في حاله. شنو القوي فيها؟ عندها الاتاك قوي، في الهجوم عندها لاعبيه معلم القيمه التسويقيه نتاعهم اكثر من اكثر من القيمه التسويقيه نتاع ليكيب الكل نتاع المنتخب الوطني التونسي. اخويا فهمتي يلعبوا على نقاط الضعف نتاعهم، عندهم الديفونس تعب فهمتني كاو. خلينا نشوفوا الخبر اللي بعده. هاو السيد هذا اش قال لكم راهو يان فاليري زايد، راهو ما عندوش بلاصه. باهي هاو كنبر على يان فاليري يا اخي، يان فاليري سكتوا. العاشوري كيف قال لك العاشوري تاعب زاد. هاوك العاشوري فهمتي وقت اللي ماركا بونتو حط يديه حط صواب هكا في وذنيه ما نسمع حتى واحد، معناها احكي من هنا الغدوه خرف اللي تخرف فهمتني كيفاش هي الكلاب تنبح والقافله تسير والكلاب تنبح. هاي هذيك هي بالضبط. سافا هكا وقت روحك. والله انا راني ديما نتبعك وراني نتفرج فيك وراو ساعات كي تحلل هكا تعجبني الاسلوب تاع التحليل تاعك، نحسك كانك هكا تحكي في حاجه لوجيك. يا خويا خلينا نتبعوك الله يرحم والديك. والله انا يعجبني السيد هذا كيفاش يحكي وكذا يعجبني. اما خويا تزيد تدخل فهمتي في يان فاليري وكذا وقت اللي طلعت وقدمت التصريح تاعك ما حبيتش نهبط فيديو حتىش لي نشوف يان فاليري شنو باش يعمل في الطرح هذا. افكتيفمون هاو كسكتك وسكر لك فمك سافا هكا عليه اطلع على الاقل، اطلع قول راني فهمتي غلطت في حق يان فاليري على الاقل، هذه ابسط حاجه. والياس العاشوري زاد، والياس العاشوري هاكا سكتك هاكا ماركالك 2 بونتوات صفا هكا. الكره اللي جات من علي العابدي هذيك جوار اخر اقسم بالله العظيم هاني نحلف وخلي هاني نحلف نتحمس وليتي في كلامي. كان جات عند جوار اخر راهو جابها في اخر الدنيا، الكره ما لمستش القاع من ساقين علي العابدي في الهواء ساقين العاشوري جابها في حط الكره في الشبكه. ترى قل لي الجوارات اللي انت قاعد تدافع عليهم ينجموا يعملوا البونتو، ينجموا يماركيو البونتو اللي ماركيه العاشوري. كوره كيك على الطاير من با ركعها الراف صرفقها حتى ديريكت في الشبكه، جاي تحل في فمك انت. خلينا نشوفوا الخبر اللي بعده. خليني نحترمك ونقدرك الله يرحم والديك. يا سيدي هذه الصورة 3-1 هو الياس العاشوري برافو وقت اللي ماركا البونتو فهمتي حط كي صوابه على وثنيه، معناها راني ما نسمع حتى واحد وقاعد يوصل له تشره وقاعد يفهم. تو نوريكم فيديو.
هم الجماعه الكل فهمتني. والله البرنامج هذا تفوت انا برجوليه تفرجت فيه، معناه في الهم عندك ما تختار احسن هموم، هما كلهم هموم، اما من احسن الهموم هذا البرنامج هذا باهي تفوت يقدم فيه معز بن غربيه برجوليه تفرجوا فيه. الناس تحكي كوره بكدا وكل شيء، ما لازم السوس هكا فهمتني، الدماله هذيك لازم تكون موجوده فهمتني. يلا غالب باه. هدف الياس صخيري هو الهدف رقم 100 في تاريخ تونس في كؤوس افريقيه. تونس هي سادس منتخب يحقق هذا الرقم في تاريخ الكان. به صخيري يا معلم، صخيري عرفتوه. صخيري اكلي مثلا شفتوا السفينه الكبيره فمك الشوفره كي صغار كي سوق شوفره، فمك الرايس نتاعهم، الرايس هذاك القبطان هذاك هو اللي يقود في السفينه، هكاك هو بالضبط هكاك. وشكون معاه فهمتني؟ معاه حنبال المجبري اللي كل ما يرقدوا ايا قوموا عاد الولاد اي شنو تحب انت باهي ادخل نعطيك باس، يعطيه باس فهمتني، يعطيه كيلو ذهب، يعطيه باس في بلاصتها. تبيدو اسمه عصام الشوالي قال باب ملا باس عداها. يا معلم شبيك يا ولدي؟ اش تحكي لي بجاه ربي؟ اش تحكي لي؟ مازلت نسمع اي اعلامي يجبد حنبال على فمه كسوا قدم اداء باهي ولا خايب، والله العظيم اللي ما قشتلو وخلي يصير بيصير، وبرا سينياليو شان وبرا سكروا لي شان كيما سكرتوا لي شان الاولانيه. باهي خلينا نشوفوا الخبر اللي بعده. هاي سيدي فرحة فريق تفوت بالهدف الثاني. الحمد لله يا ربي. كيفاش فهمتي فرحانين بالبونتو. باهي يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. برجولية هذا يعتبر من أحسن البرامج بتاع تحليل الكورة. هاو نعطيكم من الآخر والله صدقوني، فيه صحيح شوية خبث هكا فهمتني، أما أهون برشا من البلاتوات الآخرين صدقوني. اللي يحب بالرسمي يتفرج في محللين التوانسة في كرة القدم التونسية خويا يتفرجوا في البرنامج هذا وكاو. باهي خلينا نشوفوا الخبر اللي بعده. الياس العاشوري بعد الهدف، ايوه الياس العاشوري بعد الهدف هاك حط فهمتي صوابعه في وذنيه فهمتي، قال لك فهمتي انتقد من هنا الغدوه، نبر علي من هنا الغدوه، مانيش نسمع فيك، لا مانيش نسمع فيك، احكي من هنا الغدوه، لا ما نسمعكش. باهي خلينا نشوفوا الخبر اللي بعده. الهدوء اللي يلعب به المجبري عمري ما ريته في حد ملاعبي تونسي في حياتي. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، لا ناخذوه بعين هبطوه يقعقع الراجل. يا معلم السيد شبيك كهو حتى هو قيمته التسويقيه اغلى واحد عندنا في المنتخب. شبيك يا معلم؟ خلي بركه نسمع واحد فهمتي اعلامي ولا كذا يجبد حنبال على كشخته، والله العظيم ما نقشت لك والله. خلينا ترزاه في القناه هذه ميساج، خلينا نكمل ترزاه فيه، ترزيت في الاولانيه ميساج هاتوا ترزاه في الثاني، وكلمتي نقولها والله العظيم لا حاجتي لا بفلوس تاع اليوتيوب لا حتى شيء، كلمتي لازم نقولها كاو ندافع على الجوارات هذوم. خلينا نشوفوا الخبر اللي بعده. ايوه تونس دي ولا البرازيل؟ هاو ماكي كان ولا شكون قال لك هي تونس ولا البرازيل؟ كاو خويا علي العابدي، خويا علي العابدي ميسالش عادي والله ما فما حتى مشكل، مش في نهارك ميسالش. ماكش علي العابدي اللي نعرفوه قبل لما باهي ميسال على الاقل خويا شفتوا الجوار القوي كي ما يقدمش اداء باهي على الاقل ما يغلطش ما يتسببش في بونتو، ما نعرفش انا ما يعملش كارثه فهمتني، ما قدمش اداء باهي، قدم اداء متوسط يعني قدم اداء نورمال اي جوار ينجم يقدمه. فمانيش مش كيما علي العابدي اللي نعرفوه في ماتش البرازيل وبرشا ماتشات، لا ميسالش تصير عادش بيه. الماتش الجاي تشوف علي العابدي كيفاش الماتش هذا فهمتني يا خويا ما قدمش اداء باهي اما ما غلطش، على الاقل ما غلطش. معناها فما موان 10 فما صفر وفما 10 هو يعني صفر، لا قدم لا هكا ولا هكا كهو. خلينا نشوفوا الخبر اللي بعده. هاي سيدي ما زلنا نسمعوا محلل او اي واحد يقول يقول حنبال مش ملاعبي او عندنا في البطوله بخير منه نعملوا تكركيره ونقرضوه، واولهم انا يا صفحه تونيزي سبور. برا شوفوا قناه علول خساره هي القناه الاخرى تسكرت فهمتي، اكثر واحد فهمتي دافعت على حنبال المجبري اللي تزيد في الشان. تبارك الله عليك يا حنبال، ملاعبي فنان والثقه في نفس قاعده تزيد وقاعد يكتسب في خبره كبيره وشخصيه قويه بالرغم من صغر سنه. ربي يبقي عليك الستر يا مجبري، والله العظيم يا حنبال المجبري هاني وراك لين تحمار السماء، وهاني حليت انا الشان هذيا. ويني هي؟ هاني حليت الشان هذه وعندي شان اخرى
بالله اقعدوا معايا. يا سيدي والله ماك سكرتوا لي شان الاولى، هاني حليت شان اخرى وريت بخلاف هذه، هاي فما واحده اخرى زاد، هاي سافا هكا، هاكم زوز شانات، وخا نشوف اخرتها وين، يا انا يا انتوما. والله راني في جرتكم يا الاعلام اللي تهاجموا في الجوارات اللي معلين ريوسنا، اللي هازين المنتخب الوطني التونسي، هازين ضفه اخرى، وانتم تهاجموا عليه على خاطر مصالحكم وعلى خاطر جواراتكم وفلوس تحت الطاوله وما نعرفش شنو انا، فلوس داخله وفلوس خارجه، وولد جمعيتي ولد كذا، برا سكروا لي شان هذيا وزيدوا سكروا شان هذيا وسكروا شان هذه، ونزيد نحل انا شان اخرى، وهاني حليت لكم صفحه في فيسبوك، وهاني في شرطكم نشوفوا اخرتها وين. باه خلينا نشوفوا الخبر اللي بعده. يا سيدي وين باه بجاه ربي اسمعوا شنو قال اسمه العاشوري، اسمعوا. D'autant plus que j'ai été beaucoup critiqué.